مساء الخير عليكم. تحية نضالية لعموم الطلاب، لعموم الطالبات اللي ربما غادي يشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو حاولت انني نوضع فيه مجموعة من الطلبة اللي ما كيتواجدوش من داخل مدينة وجدة بالصورة على الأحداث والمستجدات حول المقاطعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة. هاد الأيام ولا منذ 3 أيام إلا لاحظتوا، ولا هذا 4 أيام الأخيرة، كان واحد المجموعة على مستوى الواتساب وعلى مستوى الفيسبوك يعني كتقوم بواحد الخطوة تمهيدية حول فكرة نتاع الامتحانات أو فكرة مقاطعة الامتحانات. هاد المسألة سميتها فكرة مقاطعة الامتحانات، وعلاش ما عطيناهاش هالة نتاع مثلا بأنها واحد الحدث اللي حول المقاطعة أو حدث يعني كيرتبط بهذا المسار نتاع المقاطعة. لو انه كان حدث، لو كانت واحد الرؤية سابقة كما الخطة اللي فاتت، يعني الطلبة والطالبات بناء على الأعراف ديال الحركة الطلابية كما كتشوفوا معنا في الفيديو كانت حلقية تقريرية، وهذه الحلقية التقريرية سبقوها مجموعة من الأشكال النضالية اللي كانت أشكال تمهيدية لهذا المسار نتاع المقاطعة، واللي كتبوا عليه الرفاق في المدونة الرسمية نتاعهم كما كتشوفوا في الفيسبوك على يعني الزحف المهول اللي كانت كتشهدوا كلية الحقوق على المكتسبات اللي مشوا عليها شهداء ومعتقلين سياسيين وتضحيات. هاد الفكرة ولا هاد الخطوة نتاع فكرة مقاطعة الامتحانات أكيد يعني كانت واحد الأجندة اللي مجهولة كتحاول تدفع بهذا المستنقع نتاع مقاطعة الامتحانات. وهذا المستنقع اللي كانت كتدفع فيه الأكثر من ذلك هو زطموا مجموعة من الطلبة والطالبات بداك الطابع العفوي ديالهم، كيجي كيقول لك لا أنا خصني المقاطعة، كأن المقاطعة يعني كنت ناعس بالليل، جاتني مثلا ربما هكا المسألة بالليل، غد لي ندير ستاتي وندير جروب نتاع واتساب أو فيسبوك ونبقى نقول المقاطعة، مع العلم أن هاد الأخيرة يعني عندها أعراف في تاريخ الحركة الطلابية. كما تساءل معايا قبيلة أحد الطلبة قال لي علاش ما داتوش الحلقيات التقريرية في الشكل النضالي اللي كانوا فيه الطلبة والطالبات. استمر واحد الشكل أزيد من تقريبا ساعة ونص ولا ساعة تقريبا هكاك ولا ساعة وربع، ولا حاولوا يعني مجموعة من المناضلين يفهموا الطلبة والطالبات نظرا للجائحة نتاع كوفيد 19 والتعليم عن بعد ومجموعة من العوامل اللي غيبوا ثقافة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وثقافة الحركة الطلابية والدوس على الأعراف نتاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لأن هذه الأجندة المجهولة عندها واحد النية في نفس يعقوب. يعني هاد النية نتاع هاد الناس هادو ان خير دليل كما شفتوا قبيله، يعني مجموعة من الناس اللي كانوا كيحاولوا انهم يهضروا غير على مستوى الواتساب في وسط الشكل النضالي. وبالتالي يعني نعطيك نموذج، كلية الحقوق فيها 30,000 طالب دايرين جروب تاع واتساب فيه 1000 واحد، هذاك 1000 واحد كتهضر بواحد المنطق متجدر، ولكن للأسف الشديد قادر أنني نثبت لكم في مجموعة يعني من التدوينات ومجموعة من لي كونفرساسيون بأن الطلبة يعني تربت فيهم واحد الثقافة إن صح التعبير هي ثقافة رجعية، واحد الثقافة اللي ربما دخيلة على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. لأن باش نمشي في مسار معين كيخصني بالضرورة أنني نحافظ على الأعراف اللي هي في آخر المطاف يعني الدور نتاعها، لأن مفهوم العرف هو واحد المفهوم اللي كيتكتسب، يعني ما كيكونش مكتوب ولا يعني في مرجع معين، وإنما كيكتسب عن طريق التقاليد والأعراف والسلوكيات والمسلكيات نتاعنا من داخل الجامعة المغربية ومن داخل الحركة الطلابية كطلبة وطالبات.
وبالتالي يعني أي فكرة ولا أي واقع كنا نتعيشوا في الحركة الطلابية كانت عنده واحد الفكرة كتنظمو، لأننا بطبيعة الحال واحد الفئة اللي انتليجنسية، واحد الفئة اللي واعية، وبالتالي يعني أي ممارسة ديالنا ولو أن عندها واحد الفهم وعندها واحد الضوابط وعندها أعراف كتنظمها. ما يمكنش شخص يدير تدوينة ويقول أنا نتحمل المسؤولية، أو طرف يجي يقول تدوينة وأنا كتحمل المسؤولية من داخل الساحة الجامعية. فهذه ثقافة دخيلة، لأن الساحة الجامعية كاينين فاعلين سياسيين اللي هما التنظيمات السياسية من داخل الجامعة. باش ربما يعني ما نطولش يعني في هذه النقطة هذه بالضبط، خص الطلاب والطالبات من واحد المنظور يكونوا يحلوا الوقائع والحياة اليومية ديالهم، وما يسقطوش في الفخ نتاع هاد الأجندة اللي على المستوى الخفاء وعلى المستوى العالم الافتراضي يقدر تحسبك صنم، ولكن في الواقع يعني الإنسان ما كيقدرش يجابهك على الحقائق اللي ربما والأمانة التاريخية اللي ملقاة على الذات المناضلة بالجامعة المغربية أنه يوصلها للطالب، لدرجة أن هذه الفكرة نتاع المقاطعة اللي أجندة أقولها وأكررها، يعني باغيين يديو المناضلين المستنقع، باغيين الزج بهذا الموقع في واحد المستنقع مجموعة يعني من الأفكار اللي خبيثة من طرف أناس اللي عندهم ثقافة دخيلة، وبالأفكار ديالهم كيقدموا الولاء والطاعة لمجموعة يعني من الأطراف اللي في حقيقة الأمر هي واحد الأطراف تنبنات على واحد الثقافة براغماتية وانتهازية. ولكن اللي كيقول لكم الحقيقة ربما تقدروا تعتقدوا انه واحد الانسان مختل، واحد الانسان زنديق، واحد الانسان اللي ربما ماشي مزيان لانه ما وقفش معنا بداك المنطق العفوي. وهذه المسألة في الجامعة المغربية وفي الحركة الطلابية نحن لا نساير العفوية، ونحن يعني لسنا ضد مفهوم المقاطعة، ولكن مفهوم المقاطعة كفهم في الحركة الطلابية عنده ضوابط وعنده شروط خص تستوفى فيه، بل على العكس هو أرقى أشكال نضالية يمكن أن تخوض فيها القواعد الطلابية والجماهير الطلابية كآلية ضغط وكآلية يعني اختناق من أجل يعني تحقيق المكتسبات اللي هي في حقيقة الأمر مكتسبات عادلة ومشروعة. ولكن كما كتشوفوا ان مجموعه من التدوينات نتاع هاد الافراد هادو اللي هما الطلبه، كاين واحد الفئه اللي ربما بداك المنطق نتا كيصدموها اناس، هاد الناس اللي تحدثت عليهم ويكنون بغضا لمجموعه من الذوات المناضله لمجموعه من المسارات، لان كتشكل عليهم اختناق، لان هذا وسط نتاع السياسه ما كتبعش فيه البطاطا، هذا وسط الناس كدير فيه السياسه، وخصنا نكونوا يقظين نحلوا ما بين الواقع وما بين الفكرة، ما هو صالح وما هو طالح، ما يبقاش من هبة ودب يجي يدينا للرياح. ربما هادو كمجموعة من النقط والمعايير اللي استشفيتهم في المرحلة الأخيرة من خلال هذه الأحداث اللي سيدت واحد الثقافة ربما أصبحت تؤثر على نفسية الطالب. فكرة الامتحانات أو مقاطعة الامتحانات أصبحت تشكل خلخلة لنفسية الطالب، وهنا الطالب من الموقع ديالو خصو يكون مسؤول، وربما وصل لواحد السن اللي يمكن أنه يعني يميز بين ما هو صحيح وما هو خطأ، لأن سن الرشد راه فيه ويقدر يعرف بأن هذه المسألة من المنطق غير بداك المنطق البسيط وليس كاع بالمنطق ذاك المنطق العلمي في الحركة الطلابية. الإنسان إذا حلل كيفهم. في الفيديو السابق قلت لكم بأن كاينة معركة خصنا نتحاوروا مع العميد وخصنا ننزلوا الأمور معينة، واستشهدت بالعلوم السياسية قلت لكم حتى من جهتنا حنايا خصنا نقدموا تنازلات، وهاد التنازلات اللي غادي تقدم حتى الإدارة في المقابل خصها تقدم تنازلات انها تفرض عليها امور. ولكن الطلبة والطالبات
يعني ما ابانوش على المسؤوليه نتاعهم في امور معينه. قبيله راني درت واحد الفيديو من داخل الكليه، الطلبه بقاو واحد الساعه ولا ساعه ونص، كان 30 طالب، موها بقاو 7 طالبات وواحد جوج طلبه هما اللي كيستمعوا في الشكل، والكليه اصبحت خاليه على عروشها كما كتشوفوا هنايا في الفيديو. هاد المسائل هادو ربما الله يخليكم نتعاملوا معهم بجديه، ننطلقوا من الوقائع. الانسان هو اللي كيحلل بداك المنطق المادي وكينطلق من وقائع في الحياه اليوميه ديالو، وبالتالي يعني كما قلت هو واحد مفهوم المقاطعه، هو واحد الفهم اللي عنده ضوابط ديالو. كشتو يعني قبيله مجموعه من الامور، كذلك يعني واحد الحسابات اللي مزيفه، يعني كتحاول تسمم عدات المناضلين وكتسمم يعني على المسارات نتاع الحركات الطلابيه. ولا خير دليل ان مجموعه من الناس اللي كانوا كيتجدوا على الحسابات وكيقولوا امور، ولكن على مستوى الواقع يعني ما كيقدرش يعبر عن الموقف ديالو الصريح. على اكثر من ذلك، الا بحثت على دوك الطبيعه ديال دوك الحسابات ما تلقى شي شخص يعني داير الصوره ديالو، وبالتالي يعني كتكون حسابات مزيفه يعني كتسعى لخندقه الحركه الطلابيه. ولكن حنا من موقعنا خصنا نكونوا مسؤولين. وفي الختام يعني باش ما نطولش عليكم، هذا المسار اللي هو المسارات النضالية هو واحد المسار اللي مليء بالأشواك، ومليء يعني بمجموعة من الألغام الملغومة من طرف أناس عاجزين على أنهم يواجهوا الحقائق وأنهم يعطوا موقف صريح أمام يعني أي شخص، لأن اللي لديه إيمان بواحد المسار وكيدافع على واحد التوجه معين فيعي ماذا يفعل. وبالتالي يعني هاد الحسابات المزيفة اللي كتحاول انها تسوء بسمعة مناضلين وتلطخ السمعة نتاعهم، وكذلك تقزم فهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتدفع يعني بهذا الاخير المستنقعات اللي ربما تسعى الى عسكرة الجامعة وتسعى الى خندقة نضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والفعل النضالي. كما كتشوف يعني الكلية كما قلت قبيلة خالية عن عروشها عن أي مقاطعة سنتحدثون كموقف صريح، والأسبوع لم يتبقى له يعني إلا أيام قليلة تتمثل في 10 أيام أو شيء من هذا القبيل، ناهيك على أن يعني المسار غادي ندوسو في على الأعراف نتاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أن واحد بغى مقاطعة تجاوزا للمفاهيم اللي اكتسبناها في صفوف الحركة الطلابية من قبيل مسألة المراكمة ومن قبيل الانضباط، لأننا ندفع في حلقيات تقريرية ويكون فيها نقاش موسع تتويج لهذه النضالات، فما كاين والو. تحية لكل المتتبعين. لا تنسوا إعجابكم للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.